آمنة خضرو، المتحدثة باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان. طبعا ضمن سياق سلسلة الفعاليات التي أقيمت في حي الشيخ مقصود، اليوم أيضا نحضر هذه الندوة بخصوص ميلاد القائد والرسالة الأخيرة التي طرحها القائد عبد الله أوجلان من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وخلق سلام شامل بكل أنحاء العالم. لذلك أهمية هذه الفعاليات والنشاطات التي عقدت في حي الشيخ مقصود لاقت جماهيرية كبيرة من قبل النساء والمؤسسات الموجودة بالحي، وأقيمت عدة فعاليات واجتماعات ونشاطات متعددة بهذا الخصوص، ورأينا تأثير هذه الرسالة في أعيادنا في عيد النوروز، كيف تجمعت الجماهير الحاشدة من قبل كافة أحياء حلب وشاركوا العيد النوروز بحفاوة كبيرة وبحب، وأيضا يعني كل الطقوس التي أقيمت بهذا الخصوص. ورأينا أيضا يوم 8 من آذار التي أرادت المرأة أيضا أن ترسل رسالة من ضمن الأحياء التي رسخت وجودها ضمن هذا الحي، وكان لها دورا كبير في تنظيم المجتمع وإقامة المؤسسات ومشاركتها في جميع المؤسسات الموجودة أيضا في الحي ضمن يعني فكر فلسفة القائد التي استطاعت المرأة أن تخطو بها خطوات كبيرة وتثبت نفسها في كل المجالات السياسية منها والعسكرية. وأيضا نرى يعني في هذه المرحلة أيضا أن أردنا التطرق بشكل خاص لرسالة القائد التي أطلقها من أجل المرأة، وأطلقها أيضا من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي. لذلك نحن كنساء وكل النساء الموجودات بشمال وشرق سوريا يعني أخذنا على عاتقنا أن ننشر هذه الرسالة ضمن كل النشاطات والفعاليات لكي تصل لجميع النساء في سوريا وأيضا في العالم. لذلك ندعو كل النساء في العالم للتعرف على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان من أجل الوصول إلى حل قضية المرأة في العالم وبناء مجتمع يسوده السلام ضمن مناخ ديمقراطي بالمساواة للرجل والمرأة، وبناء مجتمعات تسودها الديمقراطية والحرية بمشاركة المرأة في كافة المجالات. خير، يسعد أوقاتكم ونرحب فيكم ونتشكركم لتلبية دعوتنا اليوم. نقف اليوم معا وقلوبنا تهتف بنبض واحد مستلهمين من صوت ينبع من جزيرة إمرلي، حيث يتحدى القائد عبد الله أوجلان عتمة السجن بفلسفة أنارت لنا جميعا دروب الحرية. من زنزانته أطلق في 27 إشباط نداء للسلام، رسالة هزت أعماقنا تدعو لنبذ السلاح وتبني حلما ديمقراطيا يوحدنا. نكتب هذه الكلمات ونحن نرى في فكره شعلة لا تخبو ورؤية جعلت مجتمع ديمقراطي هدفه أن نناضل من أجله، وحرية المرأة راية نؤمن أنها ستعيد بناء المجتمعات الديمقراطية. ميلاد القائد هو ميلاد حرية الشعوب المضطهدة والمرأة. نداء السلام والديمقراطية للمناضل عبد الله أوجلان هو استكمال المسيرة الطويلة من مبادرات هذه الاتجاه من جانب القيادة الكردية، لأنها كانت وما زالت تسعى لفرض إرادة. رفعات القائد عبد الله أوجلان اليوم هي بمثابة خارطة حل جميع المشاكل وتلبية احتياجات المجتمع والطريق الصحيح لنجاح ثورة الشعوب. أن فكرة القائد ليس نظرية ثابتة وجامدة،
بل هي نظرية مطورة باستمرار ومتحول ومتداخل مع الممارسات العملية. وفي الواقع ينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر بنظرة شاملة من البحث عن الحرية المطلقة في الشخص القائد أوجلان منذ صغره إلى يومنا هذا. وبخصوص النداء السلام والمجتمع الديمقراطي، أعربت العديد من الأوسطة العربية عن تفاؤلها بهذا النداء الذي يجسد تغييرا كبيرا في المنطقة ضمن التحولات السياسية الكبرى. يجب أن يكون التعاطي التركي مع هذا النداء على نفس القدر من المسؤولية، وألا يعتمد أسلوب المراوغة الذي تعتمده دائما في سياستها. نرى أن النداء السلامي والمجتمع الديمقراطي لم يتم فهمه بشكل واضح، وذلك نتيجة النهج الضيق المحدود والسطحي والتقليدي، لأن نداء القائد يعبر عن البنية الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن قضايا الصراع. هذه المبادرة الشرق الأوسط جيدا والوضع العالمي والمستجدات. كان سعي القائد أوجلان نحو بناء السلام والتطور لصالح الشعوب وبناء المجتمع الديمقراطي، فولادة القائد هي ولادة الحرية للشعب الكردي خاصة وكافة الشعوب المضطهدة، فقد عاش الصراع الأول المتعلق بالقضية الكردية منذ طفولته، وكان يعيش التناقضات وخيالا للحرية، ولم يخن يوما خياله، وازدادت هذه التناقضات مع الزمن أكثر فأكثر. فالعدو يحاول تطبيق سياسة الصهر والإبادة على الشعب الكردي. والتناقض الثاني عندما انتقل للعيش في المدينة فسمع أحاديث عن عدم التقبل الكردي، فيقول كانت هذه الضربة الثانية بالنسبة لي، وعلى هذا الأساس تتقدم جهود الدفاع الذاتي لدى القائد، حيث اتخذ الحرية والتحرر في فلسفته الحياتية كمبدأ أساسي، فأما أن تكون الحياة حرة أو لن تكون. وجاء النداء عبد الله أوجلان من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي بتاريخ 27 شباط عام 2025، الذي لقت ردود فعل دوليا وإقليميا على نطاق واسع، وأسعد الشعب الكردي والسوري لأنه كان نداء من أجل السلام والمرحلة الجديدة. ديالوج بروبي بالسواردان يعني تشارش سوريا تاني بقري تدي أن قلب الحدث دونجي ما جشتي دي يعني بالشعر وبرجون وبنبي كرن وطالان كرن جشتي لسر كان سوريا ده هاد مشاندن يعني أنا نجي ننشر سريين جبركو هرو حوار بما بيوستا هرو بس قال سوريا مينوك بقرن تشتغل سروي هادي مشاندن يدوي الساحل تاني يعني هيش بسكيروكا سوريا جشتي دوردو ولا نشاندان أري عفرين يكوش بربين جا شهبة يكوش بربين لي تشتي تيما شاندن يواش يواش تي ختماندن ديمك هرو چارا سري جراكا هرو هوال البر حاضر بينا ديمك أرقامه بالدطاق. في البداية نشكر الديوان ونقترح لأجل بناء مجتمع ديمقراطي يجب أولا أن تتحقق المساواة بين المرأة والرجل، وزالت فكرة حرية المرأة في عقول جميع نساء المجتمع، لأننا أبناء من قال أن حرية المرأة هي حرية المجتمع. يجب تطوير جميع مكونات هذا المجتمع وتقبل المرأة للمرأة والتوعية بقضايا هامة لهذا المجتمع، كما قال القائد آبو أن قضية المرأة أصعب من قضية الكرد، لهذا نسعى دائما لتحقيق حرية المرأة. وبفكر القائد وشعار المرأة الحياة الحرية سنكسر جميع القيود ونصل إلى حرية جميع النساء، ومنها تتحقق حرية المجتمع. فلذلك نحن كنساء لازم بعد ما أطلق رسالته القائد عبد الله أوجلان بعيد المرأة 8 آذار، وخاصة بهي المرحلة الحساسة ببناء سوريا جديدة هي مرحلة السلام والمجتمع الديمقراطي، لازم نكون جديين بخطواتنا نحن كنساء، لأنه المرأة هي اللي تصنع السلام. القائد بيقول لولا المرأة ما كان وجد السلام. نحن شفنا الذهنيات بالسياسات الذكورية هي ذهنيات أحادية جابت معها كل الخراب والدمار والحروب، فلذلك
نحن بقع مسؤولية أكبر على عاتقنا. مهمتنا صعبة بهي المرحلة. لازم نفهم القائد بالدرجة الأولى، كلمة كلمة، نقرأ نحلل ونطبق. وأول شيء تجاه المرأة تجاه المرأة، نغير من أسلوبنا، نغير من تقرباتنا، نغير من ذهنيتنا، ونقدر نكون نساء لائقين بمشروع الأمة الديمقراطية ومشروع بناء المجتمع الديمقراطي. من أولوياتنا لحتى نحقق هذا الشيء لازم نحقق دائما نطالب بحرية الجسدية، ونحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لأن حريتنا ما بتكتمل إذا ما كان القائد جسديا حر. فلذلك نحن لازم أول شيء نطالب بالحرية بكل ما نملك من طاقة، فعاليات، أشعار، كلمات، مقالات، هي كمان بتأدي وبتصب بمكان أو بمجال حرية القائد. ثاني شيء نقرأ مرافعات القائد. هذا كل الرفيقة مسؤولة إنه تقرأ وتتعمق بمرافعات القائد، تتعمق بإيديولوجية المرأة الحرة. بهي الطريقة نقدر نبني شخصية جديدة، هاي الشخصية تسير نحو الحرية. هلا أي وحدة إذا حكت بتقول أنا مرأة حرة، لا هبل، نحن لسه ما حطينا خطوتنا تجاه الحرية. وهمتي أم حزار أحمدي دشينن جدايكا عويش أبو ريبر أبو دزيكي خاضة هلقر وهاني دنياي هرو دنيا تب بخملية ريبر أبو بخا روجة شو روج تيليجي خا ددي حمي جهانه ريبر أبو جي فكرو بسفاها داي حمي جهانه بروجي ناي قرتن تجاري كس نيكانه بروجه بگره جبرگه اب روجا حمي قردونه قردون تب بشابويه وبتايبتي جن آزاد بو ببي هاتنا ريبر آبو جن آزاد بو جن خلاص کرد ريبر آبو ودمي هاد دنياي ريبر آبو بخا فكرة عدالته وكهبية بخا جبو حمي جنان وحمي مافي حتى أنا مافي يعني خوزاي ديزا ريبر آبو دديه خوزاي ناخذ خوزا خرابه بيت ام دبينن هرو ده روجبينا ريبر آبو دا بمليون دلار تنشاندن لأما أردوغان بكرة أردوغان دارا دشاوديني ولا دشاوديني بس دشاوديني حمي دنيا دشاوديني نايل ملت جيان بكي جبر ويجي ريبر آبو بخا جيانا. رغم العزلة التي تمارس ضد القائد في إمراري، لكنه دائما يبعث في قلوبنا الأمل والتفاؤل والقوة من خلال الرسائل التي بعثها لنا لزرع الأمل في قلوبنا، ومن خلال هذه المبادرات تمخض منها التفاهمات والاتفاقيات التي جرت بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق. وهذه الاتفاقيات أسعدت الشعب الكردي بشكل خاص والشعب السوري بشكل عام، لأنها تهدف لبناء سوريا حرة ديمقراطية ونشر السلام بين شعوب العالم كافة. ولن ننسى نداءات القائد من أجل رفع دور المرأة بين المجتمعات كافة، وبدورنا كنساء كرديات وعربيات نعد القائد بأننا سنسير على الدرب الذي رسمه لنا القائد، ونحقق كل ما نطمح به ونسعى إليه في سبيل تحرير كل النساء من القيود المفروضة عليهن. كأسئلة: من هو القائد عبد الله أوجلان؟ هو الملهم الروحي والداعم الأساسي للمرأة الكردية بشكل خاص والمرأة العربية بشكل عام. قال القائد: قضية المرأة أصعب من قضية الشعب الكردي لأنها العقدة الأصعب التي تشغل بال العالم جميعا. ميناك تفهمي عم ببن بوتني كوساروك لسر جن كريا جن جيان آزادي ويا ميناك جشورشا جن لتفاهيجي كاني نتهني رجالات نبيدا يوجي كانت نبجوها كردا عم تبينن كو تشتي كوساروك كوتيا فلسفي كو دخست بلا بقي حمو جيهان بيكين متعرفتي وجن جبر بيجي ريبر أبو يعني كانت وقت بيجن روجبونا ريبر أبو روجا فاجينة يعني هين بلكن أم كم دبيجن روجا فاجينة جبو جلان وجبو جن جبو جلن هندس
يعني قدامك يدك ودركت أفقل قالن وشاراتنا بي قالن جيهاني قالن كل بندست يعني اللي هيبيا خلاص كرنا يقول كما رجبون على سلوكاتي شيء بيا رجع بجيني يقول جندا أفقل بندست يكو هدي تمري يعني بلكن فيزيكينا دمري يا أما فكري وهابونا وان قالن دمري جبار بيجي ببر أبوك وخلصتونا بالقلم. فهيمة حما منسقية كونغرس صار لحلبة طبعا هرو ام ليفرن ام جي تشالكي خوكم جفينكي لسر راستيا ريبرتي ام بدار خينن افجي ببونايا تشاري نيسانه جو روجبنا ريبر ابويا السروي اساسي جي ارو وك راستيا ريبرتي وري خياكرن حمو جرك هين زيدتر خاكور بكن دراستيا ريبرتي دا سروي اساسي جي روجك تاني جو روجبنا ريبر ابو تيري ناكي جبر جو روجبنا ريبر ابو روجبنا حمو جلن بندستن بتهيبت روجبنا جنا السروي اساسي جي حمو تشالاكي پر تشالاكي جي ورن بدار خستن بتهيبت فيكم جوفينا جو امكانبن راست فام بكن ريبر چج ما دخازه ريبر ابو چوا دخازه تکوشین ما بردوام ببه بتهيبت جي امكانن بيجن اف پیام ريبر ابو جو شانديه هم دحشتي آدار دا بتهيبت جبو جنه چوا جن بپیشنگ به جبو آشتیه جبو جواکک ديمقراطيك پیدا ببه و بتهيبت جي روجا نوروزه او پیام شانديه جو حمو آلوزين جو رجلات نافين جيان دكن بتهيبت جي سوريا روجي إرودا اف حمو بسكريك جو باشتيه ايشارة سرببن بهفكرنه ايشارة سرببن بحوار جو امكانبن بحواره بيجنن اشتيه و بيجنن جواكك ديمقراطيك لسرفي اساسي اروجي اي جرينجي ماي بوي حردو پیامي ريبر ابو بن جو چوا جن بپیشنگ به حیا جو آشتیه پیدا بکه و امکان بن پیگینن سوریاک برنگ جنه عدالت وكافي تدا كان بن جيان بكن. وان الهدف من هذه الندوات تقارب الرأي النسوي ويتضمن النقاشات من أجل وحدة الصف النسوي ووصول صوت النساء من داخل سوريا إلى جميع أنحاء العالم لنبني معا بمجتمع ديمقراطي أخلاقي حر ونصل إلى مشروعنا الأمة الديمقراطية. وسيتم في هذه الندوة طرح بعض الأسئلة وهي عبارة عن من هو القائد عبد الله أوجلان بالنسبة لكل امرأة موجودة معنا، وأيضا من رسائل السلام هذه ماذا أعطت وماذا كانت النتيجة، ما تأثيرها في المجتمع عامة وعلى النساء خاصة.